ازيكم؟ المفروض ان احنا النهارده هنقارن ما بين يعني كنتاكي اللي عملناه في البيت وكنتاكي الحقيقي. ما كنتش اتوقع ابدا ان الفراخ اللي انا هعملها هتطلع بالكواليتي الجامده دي، بس كنت متوقع جدا جدا ان كنتاكي يصدمني زي كل مره. هوريكم الاول الطريقه اللي انا عملت بيها الفراخ بتاعتي، جبتها من اعلى فيديو يوتيوب جايب ارقام. المفروض بقى ان دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها. هنحط اول حاجه معلقه كبيره من الصويا صوص، زادت شويه مش مشكله. هنستخدم معلقتين كبار كاتشب، وهي دي التانية. هنحط معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة ملح. وهو المفروض ان هو استخدم توابل بتاعت نودلز، فاحنا جبنا اندومي ونستخدم التوابل بتاعته. طب هاتيلي التوم من التلاجة. هو المفروض كاتبين معلقة صغيرة معجون جنزبيل، بس معرفش ايه معجون الجنزبيل ده، فاحنا استخدمنا جنزبيل اللي هو البودرة ده عادي. والمفروض برضه معلقة صغيرة يعني توم. هما كاتبين معجون توم الصراحة، بس هو توم يعني ايه معجون التوم ده مش فاهم. هزود دي كمان يعني حاسسها قليلة كده مش عارف ليه. المفروض كده بعد ما حطيناهم كلهم هم على بعض نقلب بقى كله. دي الفراخ بتاعتنا، معانا كيلو فراخ نحط كله شمر عشان نقلب. هنزود حبة كاتشب يعني بالبركة كده مش كتير يعني. نزل يا اخي، يعني رشة كده بتاع نص معلقة مثلا. ده كده شكل الفراخ بعد ما اتبلت. المفروض بقى نسيبها في التتبيلة دي بتاع 3 4 ساعات كده مثلا. المفروض بقى دلوقتي ان احنا يعني هنعمل البتاعة اللي هي بتتحط بقى فيها قبل ما تتقلي على طول، تمام. هنحط كوباية ونص دقيق من اللي هو متعدد الاستخدام، وربع كوباية دقيق ذرة، وهنحط كمان نص معلقة ملح ونص معلقة توم بودرة. والمفروض بقى ان هما كاتبين نص معلقة شيلي باودر، بس انا مش عارف الصراحة ايه الشيلي باودر ده، فهحط بداله بابريكا وخلاص. الاتنين لونهم احمر يعني فما فرقتش يعني، اظن ان هما هيحطوا عشان اللون مثلا، مش عارف والله. وكمان هحط ربع معلقة كركم يعني، ربع بالظبط يعني، اهم حاجة الدقة. هنقلب بقى الحاجات دي كلها على بعض. ماما، البابريكا حاسسها قليله قوي، ازود حبه كمان. هنزود حبه من السويت شيلي ولا بتاع اسمه ايه، من الشيلي باودر. بس هو البابريكا بقى يعني احنا بنضحك عليهم يعني يا اخي زود حبه كمان. هو ده كده ايه شكلهم بعد ما اتخلطوا مع بعض، اللي هو يعني هو برضه البابريكا مش باينه بس قشطه يعني. اهم حاجه بقى الخطوه الجايه دي، هناخد الصدر هنغطسه هنا في الدقيق، نغطسه كده ونلف وبتاع ونظبط. بعد ما غطسناه بقى هنا في الخليط ده، المفروض ان احنا معانا هنا طبق تاني فيه ميه ساقعه، بننزل البتاع دي فيه كده. بعد كده نشيلها. مش عارف، حاسس البتاع بينزل صفي هنا. ده عشان ايه؟ نزود الطبقه اللي هي الكرانشي اللي بره دي. كان انزل تاني. اهم حاجه بقى ايه، هو في الاخر كان عملها كده يعني اللي هو عملها كده. مش عارف ده بقى بيساعد في انها تبقى كرانشي وكده ولا لا بجد. خلينا نعملها تاني عشان يعني ايه اهم حاجه الدقه في العمل. كده اول حته ايه جاهزه معانا. هنعمل بقى المفروض الباقي زيها. كده بقى ايه ده شكلها بعد ما اتبلت. المفروض بقى ان احنا نستخدم يعني زيت كتير زي ما انتم شايفين كده، بس هو الحله بس معلش يعني متعذبه معانا شويه. هو الراجل المفروض قال ايه ان هي تتحط يعني للقلي وكده من 12 ل 15 دقيقه على نار متوسطه. بسم الله. ما عملتش صوت ليه؟ مش لازم تعمل صوت قوي يعني. دونت تراي زيت اتوم. زيت اتوم. نغطي بقى عليه عشان ايه نحبس الحراره جوه. نرجع لها بقى ايه كمان 12 او 15 دقيقه. هو المفروض يعني ايه، هو المفروض ان الزيت يبقى مغطيها، بس هو مغطاش قوي يعني، بس تمام تمام. هو انا الصراحه ما حسبتش الوقت بتاعه على بركه ربنا كده، بس يعني ايه يعني لونت شويه، فاظن ان هي خلاص يعني ان شاء الله خير. والله حاسه عايزه تقع. طبعا يا جماعه هو الاثنين يعني باينين ان ده بتاع كنتاكي وان ده بتاعنا، بس هو للاسف العكس يعني، ده بتاعنا وده بتاع كنتاكي. مش عارف يعني كنتاكي ميت كده ليه. وكمان برضه في الدبوس يعني مش عارف يعني ده بتاعنا وده بتاع كنتاكي، يعني مش عارف ايه ده بجد. وبجد شكل الدبوس من جوه كده اللي هو يعني هو في سنه زفاره وايه ده. شايف الصدر بتاعي عامل ازاي وصدر كنتاكي يا جماعه ده، يعني ايه ده بجد. خلينا ندوق بقى يعني، اهم حاجه الطعم يعني. بسم الله. ده بتاع كنتاكي. ده كنتاكي اللي احنا عارفينه. بس طبعا هي بردت يعني، يعني بس برضه اللي هو انا حاسس ان هو برضه ما عادش كتير قوي ان هو يبرد كده. ندوق بقى ايه بتاعنا اللي احنا عاملينه. بسم الله. امم طب والله العظيم هو قريب جدا
بس حاسس التتبيله هنا احسن من التتبيله هنا والله بجد يعني، مش بجامل نفسي فعلا، بس فعلا التتبيله هنا سيئه قوي. وحاسس برضو ان يعني حاسس ان الفراخ مجلده كده، مش عارف ايه ده يعني ايه ده. طب والله عاش ليا بجد والله، قريبين من بعض جدا، بس برضو بتاعتي احلى يعني، حاسس ان دي احلى بكتير قوي. تعالى يا استاذ كمان جبنا حد اهو هيدوق كمان ونشوف مين اللي احلى. ده كنتاكي بتاعي وده كنتاكي بتاع كنتاكي. دوكا كلام مقرف يا عم، خد دوق دي. مش كلام مقرف. ليه سخنة كده نقول الاحلى. لا هو ده طعمه أحلى عشان التتبيلة. بس كده هو جاب من الاخر. قول بقى، قول. دي أحلى عشان التتبيلة اللي فيها. بس يلا. وبس كده يا جماعه يعني، خلاص هو باين ان انا طبعا انا اللي كسبت يعني، من حيث الطعم ومن حيث التتبيله ومن حيث كل حاجه. دي تحسوها مجلده كده. وبس لو الفيديو بقى عجبكم متنسوش تعملوا لايك للبيج، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تتابعوني هناك، واشوفكم تاني قريب. يلا سلام. يلا يا جماعه افراج، يلا عشان ناكل. عيب بقى، عايزك تقارن بقى ما بين بتاعي وبتاع كنتاكي.